انا بجد مفيش حد بيتعب اكتر منه. ناس كتير جدا لما بتتفرج على البيرسونال براندنج بتاعهم بتلاقي قد ايه هو بيحكي على حجم المعاناه اللي هو بيشوفها في شغله وقد ايه هو تعبان. انا مش بقلل من قيمه شغلك، وكنت الفيديو اللي فات قلت لك اعمل بيرسونال براندنج، بس انت لازم تبقى فاهم الفرق ما بين البيرسونال براندنج وما بين الستوري تيلينج. الستوري تيلينج ممكن استخدمه في ان انا اعمل بيرسونال براندنج، لكن مش هو البيرسونال براندنج. مش دايما مطلوب منك انك تحكي لي حجم المعاناه بتاعتك، كل واحد تعبان في شغله على فكره. البيرسونال براندنج معمول علشان تبين قيمتك انت، تبين خبرتك انت، تبين ايه الفاليو اللي انت هتقدر تديها. اما الستوري تيلينج انا بستخدمه كاداه ان انا اعرف اوصل بيها احنا عملنا ايه في شغلنا. يعني ممكن مثلا احكي فيها قصه نجاح البيزنس بتاعنا او وصلنا بيه لحد فين. حتى لو عاوز استخدمه في البيرسونال براندنج انا بستخدمه في مرحله او في جزء منه، مش بيكون هو كل البيرسونال براندنج. الناس على قد ما بيكون عندها فضول تعرف انت عملت ايه في حياتك، على قد ما بتزهق، لان كل واحد تعبان في حياته. تحاول تفرق ما بين الستوري تيلينج والبيرسونال براندنج. استخدم الستوري تيلينج علشان تعرف تدي فضول دايما للناس ان هم يتابعوا البيزنس بتاعك وان هم يعرفوا هو وصل لايه. استخدمه مثلا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصه بالبيزنس بتاعك. اما في البيرسونال براندنج حاول توري الفاليو اللي انت بتضيفها لاي بيزنس انت هتمسكه. هيفرق جدا معاك لو فهمت الفرق ما بين الاثنين. حابب اسمع منك اكتر عملت ايه في الستوري تيلينج الخاص بالبيزنس بتاعك، ولو حابب تتابع فيديوهاتي كون شاكر جدا ليك.